تعالوا اقول لكم ازاي نعمل طريقة فراخ في الفرن وتطلع محمرة جميلة حلوة كده، وفي نفس الوقت طرية وجوسي من جوه وطعمها تحفة. وهحكي لكم مع الطريقة حكاية هتخليكم تتأكدوا ان اكلكم انتوا احسن من اكل المطاعم مليون مرة. التتبيلة سهلة وبسيطة، وهكتب لك كل مكوناتها في الكابشن تحت. بس المكونات ديت بصراحة أنا واخداها عن مامتي، والحكاية اللي أنا كنت عايزة أحكيها لكم جميلة جدا. أول ما نزل الأكل السوري في اسكندرية، ماما أخدتني أنا وأختي وقالت لنا تعالوا يا بنات نجرب الأكل السوري دوت. أنا عارفة إن السوريين أكلهم تحفة. فعلا رحنا المطعم وبصينا على المنيو فلقينا دجاج بالطريقة السورية ودجاج مشوي على الفحم. فماما قالت لنا ايه تعالوا نشوف ايه الدجاج بالطريقة السورية دي. واول ما نزل لنا الاوردر واخدنا اول قطمة، بصينا احنا التلاتة لبعض. مش ممكن التقارب الرهيب في الطعم اللي ماما بتعمله واللي هم عاملينه، لدرجة ان انا قلت لها يا ماما دول اكيد سرقوا وصفتك. فجالنا الويتر، فكان وقتها اول ما نزلوا كانوا دايما بيحبوا يسألوا الاكل كان طعمه ايه، يعني زي ما بيقولوا كده بياخدوا ريفيو عن طعم الاكل بتاعهم وهل هو فعلا احنا بنحبه ولا لا. وانا طبعا من عادتي ان انا صريحة جدا، فقلت له بصراحة طعم الفراخ اللي احنا اكلناها زي اللي ماما بتعملها في البيت بالظبط، انتوا اكيد سرقتوا الوصفة بتاعتها. فراح هو قال لي شو، وقال لي مثل كده بالسوري انا ما فهمتهوش بس ماما ترجمتهولي بعد كده، اللي هو عندنا في المصري مش كل من دخن طبخ. يومها اتأكدت ان احنا بننبهر على الفاضي. احنا امهاتنا بتعمل اكل احسن من اكل المطاعم مليون مرة، بس احنا اللي غاويين رمرمة. احنا هنا في الفراخ بقى بتاعتنا، بعد ما خلصنا التتبيلة وعملناها جبنا الفراخ بتاعتنا وفتحناها من الظهر وشلنا السلسلة، واوعي ترمي السلسلة، انا هبقولك بعد كده تعملي بيها ايه. واخدنا التتبيله بتاعتنا بعد ما نشفنا الفراخ كويس. لازم تنشفوا الفراخ كويس يا جماعه علشان التتبيله ما تسقطش من الفراخ، علشان تمسك في الفراخ. نمسج الفراخ كده بالتتبيله بتاعتنا كويس من الظهر ومن قدام، ونحاول كمان ان احنا نفتح الجلد بتاعها ونحط التتبيله ما بين الجلد وما بين اللحم. وبعد كده هنجهز صينية ونجهز الكيس الحراري اللي هنكبس فيه الفرخة، وخلي بالكم الأكياس دي مقاسات، فلو انتوا الفرخة بتاعتكم كبيرة هتجيبوا المقاس الكبير، لو الفرخة بتاعتكم صغنونة زي الفرخة بتاعتي، لأن الأوردر دوت كان صاحبته طالباه فراخ صغيرة، هي مش بتحب الفراخ الكبيرة أصلا. وهي كانت فرخة بلدي على فكرة، يعني هي طلبتها برضو فرخة بلدي وتبقى في الفرن، بس يعني هي نصيحة مني، هي بتحبها كده بس هي نصيحة مني ما تعملوش الفراخ البلدي في الفرن، الفراخ البيضة في الفرن بتبقى أحسن. وبعد ما هنقفلها كويس هنسخن الفرن بتاعنا، ولازم نسخنه كويس، ونحط الفراخ بتاعتنا في الفرن وهنسيبها لحد ما وشها يحمر بالطريقة دي. هي أخدت معايا عشان هي صغيرة حوالي ساعة ونص. بصراحة من أحسن طرق الفراخ، ياريت تجربوها وتقولي لي في الكومنتات جربتوها ولا لأ.